أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، لي الشرف العظيم أن أجاوب على أسئلة بعثها لي الأخ مسعود الجزائري، وهو من مدينة تازولت ولاية باتنا الجزائر، وهو صديقي عن طريق سكايب. والأسئلة هي كالآتي: السؤال الأول: هل يجوز الأكل والشرب في المسجد؟ يعني الإنسان هل يجوز له أن يأكل أو يشرب في المسجد؟ زاد سألني سؤال ثاني، قال لي: هل يجوز النوم في المسجد وخاصة عند القيلولة؟ وقال لي: أحيانا أكون مسافر مثلا إلى الجزائر العاصمة أو إلى مدينة عنابة أو إلى وهران أو إلى قسنطينة أو نحو ذلك، ولم أجد مكانا أستريح فيه إلا المسجد. قال لي: هل يجوز لي أن أنام في المسجد خاصة عند القيلولة؟ يعني نقولوا القايلة نحن، القيلولة أي منتصف النهار على الساعة 11 أو 12 والواحدة بعد الزوال، والسنة الثانية الساعة الثانية إلى صلاة العصر. هل يجوز لي النوم في المسجد وخاصة عند القيلولة؟ والآن سأشرع في الإجابة على هذين السؤالين. السؤال الأول: هل يجوز الأكل والشرب في المسجد؟ الجواب عن ذلك: يجوز ولا حرج في ذلك. يجوز الأكل والشرب في المسجد. والصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الخبز واللحم ويشربون الماء في المسجد، وهذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينهاهم عن ذلك. ولمن أراد الاطلاع على هذه المسألة فعليه بقراءة كتاب فقه السنة للسيد صادق في المجلد الأول في فقه العبادات. زاد سألني سؤال ثاني، قال لي: هل يجوز النوم في المسجد وخاصة عند القيلولة؟ قال لي: أحيانا أكون مسافرا للجزائر العاصمة أو عنابة أو قسنطينة أو وهران أو مدينة تلمسان أو نحو ذلك، ولا أجد مكانا أستريح فيه إلا المسجد، وخاصة عند القيلولة أي في منتصف النهار أو على الساعة 1 بعد الزوال أو الساعة 2 أو حتى 3 إلى وقت صلاة العصر. هل يجوز لي في هذا الوقت أن أستريح وأن أنام في المسجد؟ جواب أخي مسعود الجزائري: يجوز لك أن تنام في المسجد عند القيلولة ولا حرج في ذلك على الإطلاق. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم أنهم كانوا ينامون في المسجد عند القيلولة، ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولمن أراد الاطلاع أو إذا أردت أن تطلع أخي مسعود الجزائري فعليك بقراءة كتاب فقه السنة للسيد صادق في المجلد الأول في فقه العبادات. إذا أردت أن تنام في المسجد عند القيلولة فنم واستريح، وإذا أردت أن تتوضأ فلتتوضأ، وإذا أردت أن تغتسل فلتغتسل،
وفي يعني في أماكن الاغتسال وفي أماكن الوضوء، وإذا أردت أن تستريح فاستريح، وإذا أردت أن تنام فنم، وإذا أردت أن تذكر الله فاذكر، وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاقرأ. المهم لا حرج في ذلك على الإطلاق. وقد رأيت أنا شخصيا في الجزائر العاصمة في جامع كتشاوة وفي الجامع الكبير وفي الجامع الجديد وفي مساجد عدة، سواء في الجزائر العاصمة أو في وهران أو في عنابة أو في قسنطينة، وحتى في خارج الجزائر كمصر وليبيا وتونس والمغرب. دخلت إلى المساجد فرأيت الناس عند القيلولة نائمين مستريحين جالسين، فمنهم من هو جالس ومنهم من هو نائم متكئا، ومنهم من يقرأ في القرآن، ومنهم من يذكر الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. ولا حرج في ذلك على الإطلاق. دين الله اليسر وليس عسر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ودين الإسلام دين رحمة، ودين يعني تعاون، ودين تآخي، ودين رحمة. المساجد هي بيوت الله، مجعولة للذكر وللصلاة ولقراءة القرآن الكريم وللقاءات الأخوية. المهم الإنسان يلتزم بالهدوء ويلتزم بالأخلاق الفاضلة ويلتزم بالنظام العام. مثلا لا يرمي الأوساخ هنا وهناك مثلا في المسجد، أو مثلا يدخن، أو يعمل سلوك منافي للدين ومنافي ل يعني المكان هذا اللي هو بيت الله ألا وهو المسجد. ولا حرج في ذلك على الإطلاق. على إذا أراد أن يأكل فليأكل، وإذا أراد أن يشرب فليشرب، وإذا أراد أن يستريح فليستريح، وإذا أراد أن ينام فينام أو يتكي أو يجلس أو يقرأ القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. دين الله دين رحمة، والمساجد رب يجعلها رحمة للعباد. والله ورسوله أعلم. كما قلت لكم في الأول، السائل هو مسعود الجزائري، وهو من مدينة تازورت ولاية باتنا الجزائر، وهو صديقي عن طريق سكايب. والمجاوب أو المجيب هو العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى الراجي عفوه تركي عبد الرحمن بن محمد، الساكن بتغزوت ولاية الوادي الجزائر. وأجبت على هذين السؤالين في يوم 17 أكتوبر 2014 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأفضل ما أختتم به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي لقاء آخر إن شاء الله.